السلام عليكم. عاملين ايه؟ تخيل نفسك واقف وسط دوشة الحياة، شغل، مواصلات، زحمة، طلبات ومصاريف. تيجي في يوم وتسأل نفسك فجأة: ليه حياتي كلها شغل؟ ليه كل يوم لازم اصحى بدري واجري والليل بيجي وانا لسه حاسس ان ورايا حاجات ناقصة؟ امتى اخر مرة فعلا حسيت براحة بال من غير ما تفكر في بكرة او في الفلوس؟ عارف، مش بس انت اللي بتسأل نفسك الأسئلة دي. معظم الناس دلوقتي بتحس انها بتجري من غير ما توصل لمحطة. الشباب بقى مخنوق بيشتغل كل يوم ومش عارف ليه حاسس انه ضايع جوه الدنيا. ده اللي يخلي ناس كتير تفتكر ان الطبيعي ان شغلنا هو اللي يحدد قيمتنا وراحتنا، واننا لو وقفنا هنخسر كل حاجه. بس تعالوا نفكر سوا، هل ده الطبيعي فعلا؟ هل ربنا خلقنا علشان الشغل يبقى هو الاصل وكل حاجه تانية تيجي بعده، ولا في خيط اتربط فوق دماغنا وسحبنا من طريقنا؟ هنا لازم نسال الفرق بين السعي الطبيعي اللي ربنا كاتبه علينا والضغط الغريب اللي المجتمع والنظام فرضه دلوقتي.